مجيد، الآن بعد ما شاهدنا الفرق الكل يوم الأحد مباراة المركز الثالث بين الأهلي ومونتيري، ثم المباراة النهائية بين تشيلسي وكورينثيانز، كيف تنتظر الترتيب النهائي لهذه البطولة؟ من سيفوز في مباراتي الأحد برأيك؟ نظر تشيلسي أكيد، تشيلسي أكيد، والأهلي إذا شبه أكيد، لأن لعبوا مباراة ممتازة ولابد أن نبعدوا الغرور. يحافظوا على هذا الامتياز. وفريق مونتيري عنده إمكانيات، ولكن ما هو الفريق الكبير، ولكن عنده إمكانيات. سبق أن فاز على الترجي السنة الماضية ب3 أهداف. ونعتبره أمامي كورينثيانز تساويه فيما يخص التنظيم التكتيكي، فيما يخص عقلية اللاعبين الممتازة، حماسهم، تركيزهم. في المباراة الأخيرة لو متعب نعم، لو لعب أكثر هو يبقى حل للأهلي، مين يرفع اليمين مين يرفع اليسار. ومتعب من اللاعبين على 5 كرات ياخذ كرة، هذا اللي نتمناه. نعم، ما نتمناش باش ياخذ 4 على 5، نتمنى ياخذ 1 على 5. نعم، حل من الحلول. نعم. لأن فريق الكورينثيانز كله كان يدافع 4-5 في الخط الدفاع، أمامهم 4-5 لاعبين وسط. يبقى الحلول من الأطراف فيه اللي يرفع، اللي يتغول صعب. نعم. ولكن اللاعب مدافع ولاعب وسط يكون على اليمين أو واحد على اليسار، ويصبح الحل الأخير في الفترات الأخيرة للمباراة بعض الأحيان رفعان الكرة.